هاي سواء كنت كتريني أو باغي تريني فراه 100% غادي تكون إما جربتي المكملات أو باغي تجربهم، ولكن قبل غادي تعرف بعد الحقيقة ديالهم، وديك الساعة تاخذ القرار ديالك. في هذا الفيديو غادي نعرفوا واش فعلا المكملات مضرة، وشنو الحقيقة ديال الشركات المصنعة عليها، واش بصح باغي لك الخير. أولا خلينا نعرفوا شنو هو البروتين. البروتين هو عنصر أساسي كيحتاجه الجسم باش يبني العضلات ويصلح الخلايا ويعاون في إنتاج الإنزيمات والهرمونات. والجسم كيجيب البروتين من الاكل، ولكن الرياضيين كيلجؤوا للمكملات باش يسدوا الخصائص. والانواع ديالو كاين واي بروتين وكازين وبروتين نباتي. والفوائد انه كيزيد الكتله العضليه وكيعاون في التعافي بعد التمرين وكيساعد في فقدان الدهون. وثانيا شنو هو الكرياتين؟ هو ماده طبيعيه موجوده في الجسم كتزيد من انتاج الطاقه وخصوصا في التمارين القصيره والعنيفه. كاين حتى في اللحوم، ولكن في المكملات كيكون بجرعه اقوى. ومن الانواع ديالو اللي مشهوره بزاف كرياتين المونوهيدرات، وكاين انواع اخرى أقل شهرة. والفوائد ديالو أنه كيزيد القوة والطاقة وكيساعد على الاستشفاء العضلي وكيعطي حجم إضافي للعضلات بسبب احتباس الماء داخل الخلايا. والسؤال دابا واش فعلا آمنة؟ الجواب العلمي آمنة عند الاستعمال المعقول، وخصوصا عند الناس الأصحاء، حيث البروتين ما كيأثرش على الكلية أو الكبد إلا في حالة الإفراط الكبير أو وجود أمراض مسبقة. أما الكرياتين كتستعمل من التسعينات وعندنا عليه دراسات طويلة الأمد، ولكن خاصك تعرف بلي راه حتى الشركات الكبيرة والمعروفة ماشي فوق الشبهات. شحال من ماركة كانت مشهورة وتبين مع الوقت أنها كتغش أو كتسوق لمنتجات مضرة. والمشكل الكبير ما كاين حتى ضمان أن المكمل اللي كتاخد اليوم ما يخرجش عليه فضيحة غدا. والدرس اللي خاصنا نفهمو المكملات ماشي ضرورية، ولكن انت بصح باغي تكسب صحتك غادي تبعد منها، حيت ما عرفتيش شنو يقدر يطرا. والمهم خليك واعي ماشي تابع الترند. صحتك أغلب أنك تحطها بين يدين شركة باغي غير الفلوس، حيت الشركات الأهم عندهم هو تفيد المستثمر ماشي المستهلك. وفي الأخير أنت تعرف شنو مناسب ليك. See you guys. Bye.